أجمد وأسرع وأجمل حشوة جلاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو جديد من فيديوهات خلطة زوزة. هنعمل فطيرة جلاش بالتونة. أكلة سهلة وسريعة وتنفع في الحر ده ومش هتاخد معاكي وقت. كل اللي هنحتاجه واحدة فلفل ألوان، فلفل أخضر زي ما تحبي يعني تزودي، واحدتين طماطم، وحبة زيتون. هقطعهم كلهم وهحط عليهم واحدة تونة. هقطع الفلفل الالوان. بصي طريقه التقطيع طبعا براحتك، يعني انا هقطعهم كده شرايح طويله وبعد كده كل شريحه هقسمها اتنين. فطيره الجلاش بالتونه دي سهله جدا، بيتزا كده بس على هيئه فطيره. كميه الفلفل والخضروات اللي انت عايزه تحطيها براحتك فيها خالص. انا مجرد هقطعها كده الفلفل. هشيل دي. هقطع نص الفلفلايه او اكتر من النص بحاجه بسيطه اهو. انا ما كانش عندي زيتون مخلي، فطبعا عندي زيتون من اللي هو اللي ببذر فقطعت منه. مش عايزه فلفل اصفر اكتر من كده. هنقطع كل الكميه بتاعه الخضار وهرجع لكم. لو انت حباها تبقى يعني حاره شويه ممكن قرن فلفل زي كده حامي، خدي منه الكميه اللي انت عايزاها. عايزه تعمليه كله ماشي، عايزه تعملي نصه بس ماشي. انا مجرد عايزاها تبقى ايه، يعني حاجه بسيطه مش حراقه قوي. وهنقطع الطماطم. انا ممكن اقطع في الطبق كده على طول. الطماطم برضو قطعيها التقطيع اللي انت عايزاه. هننزل عليهم على الخضار اللي انا قطعته، هنزل علبه التونه. انا ما بحتاجش في الفطيره بتاعتي، ما بحتاجش اكتر من علبه، يعني العلبه كفايه. على فكره الحشو ده براحتك، انت ممكن تحشيها اي حاجه، بس التونه بتبقى ناطقه فيها. هضيف حبه كمون، حبه كزبره، مش هتزودي في الحاجات دي. وهتضيفي حبه فلفل اسمر، وهتضيفي رشه ملح. ممكن تضيفي زيت، مش ممكن تضيفي زيت عشان انتي مصفيه الزيت بتاع التونه كله. هنضيف الزيت حاجه بسيطه خالص. هتقلبي التونه مع الخضار. ما تحطيش بصل، مش مستاهل الموضوع بصل، وممكن تعمليها ببصل بس يعني انا معايا مش مستاهل بصل ولا توم. هي حلوه كده خالص. وهنبدا نفرد الجلاش في الصينيه اللي هندهنها بالماده الدهنيه بتاعتها. قلبت كده الخضار في قلب التونه. هندهن الصينيه بالماده الدهنيه، زيت على سمنه انا هدهنها. هتدهنيها كده، هتغرقيها، هتدهنيها كويس. تدهني حلو كده. وهنفرد لفه الجلاش في الصينيه. بصي انا بفردها ازاي.
اتنين مع بعض، هي متقطعة، فهاخد اول اتنين كده متقطعين خالص. بصي يا ستي، المتقطع ده هفرده ازاي. بحط كده في قلب الصينيه الاول، المتقطع حطيه في قلب الصينيه، مش هيعمل حاجه. اهو كده. هاخد جزء هخليه من بره، يعني كأن تلتين الورقه جوه الصينيه والتلت بره الصينيه، في كل اتجاهات الصينيه، وتدهني. يعني انا حطيت اتنين كده وهدهن. انا بحب ارصها كده عشان تبقى لي دايره كده فطيره زي الفطيره الشرقي. هحط برضو تلت كده، مش عارفه ليه جاياني متقطعه. هي للاسف جايه كلها متقطعه، بس احنا مش هنغلب فيها. برضو زي ما قلنا في كل ناحيه هدهن تلتين الورقه جوه الصينيه والتلت التاني بره الصينيه. مع ان المفروض نوع الجلاش ده حلو، بس متقطع مش مستحمل خالص، بس احنا برضو مش هنغلب. هرص كده وهرص كده برضو، هدهن. بصوا انا هنا رصيتها كلها. هي طبعا انا زي ما قلت لكم لقيت اللفه كلها متقطعه، بس ايه، احنا بنعرف نتصرف، ستات شاطرين. تلتين الورقه جوه الصينيه والتلت بره الصينيه، خليكي فاكره. هتنزلي بالحشو اللي انت عملتيه اهو. احنا مصفيين الزيت بتاع التونه خالص، احنا حاطين زيت من عندنا. تبداي تفردي الحشو كويس خالص. عندك جبنه موتزاريلا حطي، اي نوع جبن عندك المتاح عندك حطي. انا عندي جبنه رومي، هحط جبنه رومي. بصوا هي الصراحه عايزه اقولك انها سريعه جدا وحلوه وبتسعفك في الوقت ده، تنفع معاكي في غدا او عشاء. انا حطيت كل كميه الجبنه. انا طبعا قفلت الصينيه، انا كنت فاكره ان انا مشغله يعني بصور. انا جبت كل جنب قصاد الجنب التاني ودهنتهم مع بعض، وبقيت اقفل لحد ما اتقفلت كلها معايا. هبدأ اقطعها. بصي انتي بتقطعيها كده زي تقطيعة البيتزا عادي. على فكرة تقفيلها سهل جدا، يعني كل جنبين قصاد بعض انتي هتقفليهم وتدهنيهم وتعملي الجنبين التانيين. اهم حاجة تقطعيها كده، تقسميها تقطيعة البيتزا. وهتنزلي هتعملي بقى التشريبة بتاعتها. بصي، كوباية لبن، واحدة بيضة، واحدة زبادي،
لبن وبيض وزبادي وملح وفلفل، طبعا سنة ملح وسنة فلفل. سنة ملح، سنة فلفل، وهتقلبيهم كده تقليبة محترمة. بعد ما قلبنا الزبادي مع اللبن والبيض والملح والفلفل، بنزل عليها كده، هتشرب ده كله. الزبادي مع اللبن والبيض هيخليها طريه خالص وجميله. خليها تشرب ده كله. وهتحطيها في الفرن لمده تلت ساعه. طبعا هتراقبيها اول ما الجوانب بتاعتها تحمر، هتشغلي الشوايه عشان تاخد وش وتطلعيها. يا دوبك تلت ساعه على درجه حراره 200. فتحت الشوايه كده، بديها الوش من فوق هتحمر وهطلعها. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. خدت حوالي تلت ساعة في الفرن. اخر 5 دقايق فتحت الشواية عليها. هطلع كده نشوفها مع بعض. طبعا دي خلاص اخر خطوة كده في الفيديو النهاردة وفي اكلة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد. شايفين؟ اللهم بارك، حلوه قوي. هكمل بس قطعتها هنا. بعد ما قطعتها اهي، بسم الله ما شاء الله، جميله قوي ومورقه حلوه. تسلم ايدي. تصبحوا على خير.